الا شفتي شي جمل بحال هكا اياك ثم اياك تقرب عليه. الجمل هو واحد الحيوان اللي كيعيش في الصحاري، وعلى هذا الشيء ربي عطيه بزاف ديال الميزات باش يتحمل الظروف القاسيه، بحال هاد الحدبه اللي كاينه في ظهرو اللي سميتها سنام الجمل، واللي كيخزن فيها الدهون باش كيعاود يذوبهم فاش ما كيلقى ما ياكل. والجمل عنده واحد الجفن ثالث شفاف في العينين ديالو اللي كيحميه من الرمال ديال الصحراء. ومن بين الحوايج الغراب اللي كيتميز بهم الجمل هو هاد الكيس اللي كيخرجوا من الفم ديالو. كاين اللي كيسحب ليه على ان هاد الكيس هو المعده ديال الجمل، ولكن هاد المعلومه غلطه. هاد الكيس سميتو لوهات الجمل اولا دوله. لوهات الجمل كاينه في الحلق ديالو وماشي في المعده، وفاش كيبغي يخرجو كيقطع النفس واحد شويه وكيزيد من الضغط ديال الهواء في الحلق ديالو باش كيتنفخ هذا الكيس وكيخرجو برا من فمه. وهذا الشيء كيديروا باش يجذب الانتباه ديال الاناث في موسم التزاوج، حيت هذا الشيء عنده كيعبر على القوه والهيمنه على الذكور الاخرين. وفي بعض الاحيان الجمل كيخرج هذا الكيس من الفم ديالو حتى باش ينظم درجه الحراره في الجسم ديالو في الاجواء الحاره. فمن الاحسن الا شفتي شي جمل مخرج هذا الكيس من الفم ديالو ما تقربش عليه، لانه كيولي عدواني وكيحس بالتوتر فاش كيخرجه، وخصوصا في موسم التزاوج. كيف العاده ما تخليش المعلومات يوقفوا عندك، بارطاجيهم مع ناس اخرين. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.